وبدأ تصوير أول لقطة من فيلم الوردة البيضاء في باريس يوم 17 يوليو 1933. وكان اليوم ماشي مظبوط، لكن المشكلة الكبيرة كانت في سميرة خلوصي، بنت صغيرة مش فاهمة المسؤولية اللي عليها ولا الموقف اللي هي فيه وكم الفلوس اللي الناس دي بتدفعها. فكان أول لقطة المفروض تصورها هناك لقطة فيها بكاء وحزن ودراما، وبعد ما عدوها وعملوا لها بروفات وهي بتصور كل ما تيجي تعيط تضحك، كل ما تيجي تتكلم تبتسم. فعادوا مرة واتنين وتلاتة بس مفيش فايدة. فاضطر محمد كريم انه يجيب سليمان نجيب وزكي رستم عشان يشتركوا هما التلاتة في حملة سباب وشتيمة في سميرة خلوصي عشان تتفاجئ وتتخض وتبدأ تعيط ومش فاهمة هما ليه بيعملوا معاها كده، وازاي الناس الطيبين الجمال اللطاف اللي بيهزروا معاها طول الوقت يتقلبوا الوحوش زي ما هي شايفاهم دلوقتي. والكل اصدقاء المخرجين ما تعملوش كده، ده غلط. وبدأوا يصوروا اللقطة مرة تانية بعد ما انهارت بالفعل مش تمثيل، وخد محمد كريم كل اللقطات اللي هو محتاجها، وقفوا تصوير وصلحوها وفهمها ان اللي حصل ده كان لمجرد بس ان هو يدخلها في مود التمثيل.